ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات النادي الاهلي. كنا نزلنا فيديو في اختبارات النادي الاهلي تفاصيل مبدئيه، هنتكلم النهارده عن التفاصيل كلها في اختبارات النادي الاهلي. هنتكلم عن مواعيد وسعر الاستثمار والمواليد المطلوبه، وكل يوم مواليد ايه اللي هتعمل اختبارات. هنتكلم عن كل التفاصيل اللي تخص اختبارات النادي الاهلي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. طبعا النادي الاهلي من الاختبارات اللي بتبقى دايما زحمه جدا، من الاختبارات اللي معظم الناس في مصر بتروحها، سواء من الصعيد سواء من اسكندريه سواء من بحري سواء من قبلي، من كل مكان بيحبوا يروحوا اختبارات النادي الاهلي. فهنتكلم عن تفاصيل الاختبارات في النادي الاهلي. والحمد لله الواحد كان ليه الشرف انه لعب فتره كبيره جدا في ناشئين النادي الاهلي، وتصعد للفريق الاول فتره كبيره جدا برضه في الفريق الاول بالنادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله ان اشوف حد من الناس اللي بتتفرج عليا والناس اللي بتتابعني باذن الله في نادي الاهلي في يوم من الايام. النادي الاهلي عامل اختبارات مقسمها، دايما اختبارات النادي الاهلي ما بتبقاش لكل المواليد. المره دي النادي الاهلي عامل اختبارات من اول مواليد 2018 لحد 2007. والميزه ان من اول 2018 الاعمار الصغيره دي ممكن تلحق ان انت تعرف تروح النادي بسهوله في السن ده، لان كل ما بتكبر الوضع بيبقى اصعب، لكن كل ما تبقى صغير المواهب بتبقى لسه قليله. فسهل جدا لو ابنك عنده موهبه ممكن تظهر بدري وممكن تروح النادي بدري ويتاسس بدري في نادي زي النادي الاهلي. اختبارات قويه، اختبارات لو انت مش واقف على رجلك ومش جاهز بلاش تروحها، او ممكن تروحها كتجربه انت عارف او مش مهيئ نفسك ان انت هتقبل، فانت بتبقى رايحها تجربه، بتشوف الاجواء، بتشوف تخش النادي الاهلي، بتشوف الدنيا عامله ازاي. لكن لو انت ضاغط نفسك وحاطط في دماغك وقاعد بتحلم ان انت بتلعب في النادي الاهلي، هتلاقي نفسك نفسيا بتخش في مرحله وحشه. فانت لو هتروح اختبارات النادي الاهلي، لا اما تبقى توب قوي او جاهز مليون في الميه، يا اما تبقى انت واخدها كتجربه او واخدها كخطوه، ممكن ان انت تحتاج، ممكن تدخل النادي، ممكن عايز تتصور. انت لازم تبقى عارف انت محدد رايح ليه بالظبط. اختبارات النادي الاهلي هتبتدي يوم السبت يوم 17/6 مواليد 2018 و2017 و2016. الاختبارات من الساعه 8 صباحا، كلها اللي انا هقولها دي من الساعه 8 صباحا، مواليد 2018 2017 و2016. ده بالنسبه ليوم السبت. يوم الاحد هتبقى مواليد 2015 و2014 و2013. يوم الاثنين هتبقى مواليد 2012 و2011 و2010. يوم الثلاث هتبقى مواليد 2009 و2008 و2007. الاختبارات هتبقى فرع النادي الاهلي اللي في مدينه نصر، فرع النادي الاهلي في مدينه نصر. الاستماره ب 100 جنيه، سعر الاستماره 100 جنيه. الاستماره ممكن تجيبها في اي وقت قبل الاختبار، يعني لو انت لسه هتختبر يوم الثلاث ممكن تروح تجيبها اليومين دول، والاحسن ان انت تجيبها بدري قبل الاختبارات عشان تبقى رايح معاك الاستماره، ما تخشش في زحمه للاستماره وبعدين تدخل في زحمه للاختبارات وتيجي عمال ما تختبر تبقى انت خلاص مجهودك كله راح. الاستمارات بتتباع في 4 فروع النادي، فرع الجزيره ومدينه نصر الشيخ زايد والقاهره الجديده. ممكن تجيبهم في اي فرع من الفروع، لكن الاختبارات هتبقى في النادي الاهلي في مدينه نصر. اختبارات قويه جدا، اتمنى اشوف حد يفرحني يروح النادي الاهلي، رغم ان برضو الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا. ممكن 1% بيتقبل في الاختبارات. الموضوع محتاج تعب، لو انت مش بتتمرن او مش تعبان او مش بتشتغل على نفسك هتلاقي الموضوع بعيد جدا. لو انت بتشتغل على نفسك ومش توب برضو الموضوع بعيد جدا، لازم تكون 100%، او ممكن تاخدها كتجربه. بالتوفيق ليكم، اتمنى تكونوا استفدتوا. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ان شاء الله ارد عليك على طول. كده نكون خلصنا فيديو النهارده، استنوني في فيديو جديد من قناه يوميات لاعب كره القدم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.